هنفتحه مع بعض الجهاز ده ال 5 جي. بسم الله. اتفرج بقى معايا بقى على الحلويات دي. مش عايز اقول لك سعر الجهاز ده كام عشان ده مفاجأة قسما بالله. مش هقول في الكومنتات بقى. مبدئيا زي ما انتم عارفين ان الجهاز بينزل معاه جراب. بص ده كده الجهاز اللي هو ال 4 جي اللي هو ده هيبقى الاكتر مبيعا، بينزل معاه الجراب ده. انما ال 5 جي بورق الضمان المحلي ولا ضريبه بقى ولا دولي، بينزل معاه الجراب ده. خلاص كده. طب تعالى نرجع ده كده. اتفرج بقى معايا على الجهاز. الاثنين نفس الشاحن، بس ال 5 جي بينزل معاه شاحن 80 واط وبرده البطاريه 5800 ملي امبير. انما ال 4 جي بينزل معاه شاحن 45 واط وبطاريه 5800 ملي امبير. ال 5 جي يا باشا شغال معاك لحد 80 واط ونفس البطاريه 5800 ملي امبير. الدبوس والوصله كتر خيرهم. تعال بقى اتفرج بقى على اللون بقى ده بقى. اتفرج بقى على اللون ده بقى يا عم. ايه ده يا عم؟ الصلاه على النبي يا عم. خش لي معايا على التفاصيل كده، تعالى قرب لي على التفاصيل. الجهاز مش منور. عرفت بقى هم ليه منزلين جراب شفاف؟ هو كان سهل ينزل لك جراب جلد. اتفرج كده معايا على التحفه الفنيه دي. نفتح بقى مع بعضينا ونرمي في الميه ونغسل كده ونشوف. مش هتجرب؟ ضمان. المميز دلوقتي انك لما تيجي تشتري اوبو رينو 13 الجديد هتاخد معاه الايربودز الهديه من شركه اوبو الانكو اير 4. تعال نفتحها مع بعض كده ونشوف شكل الايربودز. ايه يا عم ده يا عم؟ دي بص بقى قلت لك خلينا على اليوتيوب قول له اكسل يا اسطى من فوق. سماعه وزنها خفيف جدا. كل فرده فيها 2 مايك، محيطيه، بطاريه عملاقه تقعد معاك لحد 30 ساعه ستاند باي. كمان هنا في الكتالوج وكمان في ورقه ضمان من شركه اوبن تاخد عليها ضمان سنه. كمان فيها الغيارات بتاعت الودن لو ودنك كبيره صغيره ضيقه.